النهاردة بقى كده لميت العيلة وقررنا نعمل شوية القراقيش بتاعة العيد. هنعمل القراقيش السادة والقراقيش العجوة بطريقة سهلة جدا جدا، وكمان ماما قالت لي على شوية حاجات وتركات ان شاء الله هقول لكم عليها في باقي الفيديو. يلا بقى كده حط اللايك للفيديو، واللي مش مشترك في القناة يضغط على كلمة الاشتراك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم كل اشعار بكل فيديو جديد انزله على قناتي. كل سنة الاول وكل حضراتكم طيبين، وربنا يجعل ايامكم كلها اعياد وكلها ايام خير وبركة، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى كده هنعمل مع بعض 3 كيلو من القراقيش. ادي البوله كده اللي انتوا شايفينها قدام ماما فيها 3 كيلو دقيق، وحطينا على 3 كيلو دقيق تمن من السمسم. ان شاء الله كمان هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف علشان اللي عايز بقى يجرب الطريقه بتاعتي والتركات النهارده بتاعت ماما. يبقى حطينا ال3 كيلو دقيق في البوله ونزلنا عليهم بتمن من السمسم. جبت البوله بقى كده اللي انتوا شايفينها دي، وانا كنت جايبه عجوه جاهزه من عند العطار او من السوبر ماركت ما بيكونش فيها اي بذر. العجوه كده بدات كده افككها بايديا في البوله، وحطيت عليها كده قطعتين من الزبده. ممكن تحطوا سمنه بلدي، لكن احنا حطينا عليها قطعتين من الزبده الفرن، وبدانا كده نفككها بايدينا. ما شاء الله العجوه كانت طريه. لو العجوه لقيتوها ناشفه معاكم ممكن تحطوها كده على عين البوتاجاز وتوطوا عليها او تهدوا عليها النار لحد كده ما تتفكك وتبقى طريه معاكم، او ممكن تحطوها في الميكروويف. بدات كده بصوا حطيت عليها قطعتين الزبده وبدات كده افككها بايديا. ما شاء الله لقيتها طريه جدا. ماما قالت لي ايه دي لسه عايزه قطعه زبده كمان، فماما حطت كمان قطعه اهي. وحطينا معلقه كبيره من القرفه علشان القرفه دي هتخلي العجوه في منتهى الجمال، وريحتها كمان يعني حلوه جدا، وهتفرق كمان معانا في طعم القراقيش بتاعتنا. الاول كده بس بنجهز الحاجه بتاعتنا، وبعدين بقى كده ايه يعني نعجن بقى القراقيش بتاعتنا. ده كده ال3 كيلو دقيق حطينا عليهم تمن من السمسم، وكيس ونص من الخميره اللي هي الاكياس اللي هي الجاهزه، وحطينا كمان كيلو وربع من السمنه وكوبايه من الزيت. حطينا طبعا المواد الجافه الاول، وحطينا ذره الملح مع السمسم ومع الخميره، وحطينا معلقتين من السكر. بعد ما حطينا المواد الجافه نزلنا بكيلو وربع من السمنه وكوبايه من الزيت، وبدأنا كده زي ما انتوا شايفين نبس العجينة، نبسها يعني نشرب الدقيق بتاعنا من السمنة وكوباية الزيت كويس جدا. طبعا ماما ربنا يخليها لي ست الكل، ايديها كده كفاية ان هي معايا كده في الحاجة كل سنة. فانا النهارده كنت هعجن القراقيش بتاعتي باللبن، فماما قالت لي علشان اللي احنا لسه بدري يعني لسه فاضل 15 يوم على العيد وممكن تطول معاكي القراقيش شويه فعجنيها بالميه. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي يعني لو انتوا هتاكلوها على طول في الايام العاديه ممكن تعجنيها باللبن، لو انت هتسيبيها فتره طويله اعجنيها بالميه علشان تعيش معاكي. طبعا حطينا الميه. طب هتقولوا لي دلوقتي انت حطيتي ميه قد ايه؟ طبعا يا جماعه الميه بتكون على حسب الدقيق اللي انتوا بتستخدموه. في يعني دقيق بتحط فيه سوائل كتير، وفي دقيق مش بيشرب السوائل كتير. زي ما انتوا شايفين كده انا عجنتها بالميه، لان ماما قالت لي اعجني بالميه لانها ممكن تقعد معاكي فتره طويله. يبقى اول حاجه النهارده لو انتوا مثلا عاملين كيلو كده على القد وهتستخدموه على طول اعجنوها باللبن. لو انتوا بقى عاملين كميه كده 3 كيلو 4 كيلو زي اللي انا عملتهم كده اعجنوها بالميه علشان ممكن تقعد معاكم فتره طويله. ابدأوا بقى كده اعجنوا كويس جدا من 10 دقايق ل 12 دقيقة. أهم حاجة بقى العجن في القراقيش. طبعا يعني هتنوا كده تعجنوا لحد ما تلاقوا العجينة لمت في ايديكم وبتكون طرية جدا جدا. ادي بصوا يعني انا قعدت اعجن حوالي 12 دقيقة لحد ما لقيت كده البولة نضفت معايا والعجين ساب ايدي. يبقى كده اهم حاجة ان احنا نعجن القراقيش بتاعتنا كويس جدا. ادي كده بقى خلصنا من العجين بتاع القراقيش. هنسيبه بقى كده العجينه نغطوها وتخمر وترتاح كده براحتها. ويلا بينا كده بقى ايه العجوه اللي احنا طريناها بالزبده وحطينا كمان عليها القرفه. هنبدا كده بقى نجهزها علشان لما نيجي نعمل العجين بتاعنا او نفرد العجين بتاعنا نلاقي كده العجوه جاهزه علشان ما ناخدش وقت معانا في الحاجه بتاعتنا.
ادي كده بصوا، يعني احنا كده خلصنا الكمية بتاعت العجوة كلها، وان شاء الله بعد ما هنخلص الكمية بتاعت العجوة هندخل بقى كده على العجين بتاعنا، وهنلاقيه ارتاح وخمر كده ما شاء الله. يعني هتشوفوه دلوقتي معايا. ودلوقتي كده ولاد اخويا بيجهزوا كده الصجان اللي انتوا شايفينها دي كده، ومسحناها طبعا بنقطة زيت كويس جدا جدا. وبدأنا كده بقى انا وماما ناخد العجين بتاعنا ونفرده ما شاء الله. بصوا يعني ماما بتديني قطعة من العجين وهي بتاخد قطعة من العجين، العجينة طالعة معايا طرية وزي الفل، وبتتفرد بكل سهولة. يعني حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. ادي كده بقى الصاج الاولاني اهو. طبعا احنا كده لسه يا جماعه اللي هو ايه بنسخن. فماما قالت لي ايه انا عايزه اعمل كام واحده مدوره. اعملي يا ست الكل اللي انت عاوزاه. هنعمل الاول كده كام واحده مدوره علشان خاطر ماما، وبعد كده بقى هنعمل القراقيش اللي هي الطويله. زي ما انتوا شايفين كده جبنا العجين وفردناه كده بالطول، وحطينا كده في النص العجوه اللي احنا كنا مظبطينها، وطبعا لفيناها كده زي الرول، وجبنا كده بقى اليمين على الشمال والشمال على اليمين، والعجينه بقت شكل الرول بالظبط معايا. وفردناها كده بايدينا وسوينا الحروف كده من الجنبين بالسكينه، وبدانا كده بقى ايه نقطع. عندك بقى اللي هي المكنه اللي هي بتكون مشرشره دي من الجناب، المكنه دي بتبقى صغيره كده عامله زي قطعه البيتزا، بس طبعا دي بتكون للقراقيش، بتكون كده فيها يعني سنون كده مشرشره، بتقطع لي القراقيش بتاعتي كأنك جايباها من المخبز او من الفرن اللي بيتباع فيه الحاجات اللي هي بتاعت القراقيش والحاجات دي. المكنه دي انا كنت جايباها ب15 جنيه، مش غاليه ولا اي حاجه. ما عندكيش المكنه دي بالسكينه، وهنبدا نعمل. طبعا احنا مش بنوقف نفسنا على اي حاجه. اهو بصوا كده لو انتوا شايفين الطبليه اهو، زي ما انتوا شايفين العجينه اهي ماما فرداها كده زي يعني بالطول، وهي بتحط كده فيها العجوه. ركزوا كده معانا، ومنقفل بقى كده عليها وبتبقى شبه الرول، وبنبتدي بقى كده يعني نفردها كويس جدا ونساوي الحروف، وبالقطاعة بقى كده نفرد على طول، بتتقطع معانا بكل سهولة. عايزة نقول لكم يا جماعة الريحة كمان في منتهى الجمال. في حاجة كمان نسيت اقول لكم عليها، الشمر واليانسون. معلش انا اسفة، انا قلت لكم ان انا هحط لكم كل حاجة في صندوق الوصف. طبعا الشمر واليانسون ده كده اساسي طبعا معانا، ده بقى اللي بيخلي ريحة القراقيش بتاعتنا، وكمان بقى لما نيجي بقى ندخلها الفرن بتكون الريحة بتاعتها قلب الدنيا. يعني الشمر واليانسون انا كنت جايبه تقريبا ب5 جنيه شمر، وجايبه ب5 جنيه ينسون، وطبعا نقيتهم كويس، وجيت كده على البوتاجاز حمصتهم. طبعا يعني ما تسيبوهمش كتير، يعني يا دوب كده تحميصه. اول كده ما الريحه بتاعتهم بتبدا تطلع، طبعا بنهدي عليهم النار ومنطفي خالص، وبنجيب بقى الكبه او ايد الهون، الحاجه بقى اللي انتوا يعني تنعموا فيها الشمر واليانسون، وبتحطوه كمان على الدقيق مع المواد الجافه، بيخلي بقى الريحه بتاعه القراقيش في منتهى الجمال. ادي كده بقى زي ما انتوا شايفين اهو. هنكمل بقى الكميه بتاعتنا. هو ال3 كيلو دول يا جماعه والله انا عملتهم النهارده لوحدي، لان انا ولادي بيحبوا قوي قوي القراقيش، يمكن كمان اكتر من الكحك والبسكوت والبيجيفور والحاجات دي كده بقى اول ما بنصحى كده من النوم نروح بقى عاملين كوبايه الشاي بلبن مع شويه القراقيش. عندي بقى اللي بيحبوا القراقيش الساده والقراقيش اللي هي بالعجوه، فانا طبعا يعني انا رضيت النهارده جميع الاطراف، وعملت نص الكميه عجوه ونص الكمية سادة. ادي كده زي ما انتوا شايفين اهو العجينة بفردها وبحط العجوة، وزي ما انتوا شايفين كده بقفل عليها، وزي الرول معايا طويلة اهي، وبساوي كده بقى بالسكينة والحروف كمان من الجنبين، وببدأ كده بقى بالقطاعة اهو كده زي ما انتوا شايفين. بصوا يعني خلاص بقى كده احنا دخلنا في الجد، والعملية بقى بتاعت التسخين الاولانية دي كده خلاص عدت. وادي كده بقى القراقيش بتاعتي اهي. يلا بينا كده بقى نكمل باقي الكمية، وهوريكم بقى القراقيش بتاعتي هتكون عاملة ازاي. طيب الناس بقى اللي هتقولي انت بتسوي القراقيش يعني في الفرن على درجة حرارة كام؟ هي المفروض على درجة حرارة 200، وبتكون النار بتاعت الفرن بتاعتك عالية جدا، وبتحطيها في فرن في رف اوسط. طب بس انا السنة دي والله يا جماعة علشان انا يعني 3 كيلو، ويعني كان ورانا كده حاجات كتير، فانا عندي كده فرن جنب البيت، نزلت كده الصجان. يعني يمكن الصاج اللي احنا كنا بنعمله ولاد اخويا كانوا معايا، كانوا بينزلوا الصاج وكانوا بيجيبوه يعني بعد ما بيخلص السوا بتاعه. يعني انا النهارده سويتها في الفرن بتاع اللي هو بنعمل فيه الفينو والحاجات بقى ديت، فرن كده جنب البيت عندي، انا ما سويتهوش عندي في فرن البوتاجاز.
يلا بينا كده بقى نخلص باقي الكمية وهوريكم طبعا القراقيش بتاعتي شكلها عامل ازاي. عايزة نقول لكم يا جماعة يعني ربنا كده يجعل ايامكم كلها خير وبركة واعياد، فرحوا كده بيتكم وفرحوا ولادكم. الحاجات دي كده بتكون يعني فرحة سواء في العيد او غير العيد. املوا كده ريحة البيت بتاعكم خير وبركة وفرحوا كده ولادكم، لان حاجة يعني الخبيز والعجن والحاجات دي بصراحة بتفرح يعني البيت وبتفرح الولاد، وبتحسوا كده بريحة الخير والبركة بتاعت زمان بتاعت أهالينا اللي كلنا بنشتاق لها من السنة للسنة. يلا بينا كده بقى نكمل باقي الكمية وهوريكم بقى كده القراقيش بتاعتي شكلها هيكون عامل ازاي. وده بقى كده اخر صاج النهارده عملناه في القراقيش بتاعتنا. يلا بينا كده بقى نشوف القراقيش اللي خرجت من الفرن. بصوا شايفين الشكل والجمال. عايزه نقول لكم كمان الريحه بتاعه الشمر واليانسون قلب الدنيا، وكمان طعمها ومعلقه القرفه اللي احنا حطيناها كمان على العجوه مخليه الطعم في منتهى الجمال. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوا الوصفه بتاعتي وتطلع كمان احسن مما انا قلت لكم عليها. وكل سنه وكل حضراتكم طيبين، وربنا يجعل ايامكم كلها خير وسعاده وبركه. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم كل اشعار بكل فيديو جديد انزله على قناتي. وما تنسونيش كمان في دعوه حلوه من قلوبكم. وكل سنه وانتم طيبين. باي باي.